قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، نهى عن هذه اللفظة، فلا يقال اللهم اغفر لي إن شئت، وأيضا لا يقال اللهم ارحمني إن شئت أو اللهم اعف عني إن شئت ونحو ذلك. ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ليعزم المسألة يعني ليأتي الطلب جزما وعزما، لا رخوا إن شئت، وإنما ليعزم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. قال فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له. وهذا فيه تنبيه على أيضا ملحظ في النهي عن هذا النوع من الدعاء لما يقال اللهم اغفر لي إن شئت. هذه تقال عندما تطلب من إنسان حتى يترك لها الخيار، إن كان عنده قدرة على الإعطاء فيعطي، وإن كان عنده من يمنعه عن الإعطاء فلا يعطي، فيترك له الخيار، يقول اغفر لي، يقول أعطني كذا إن شئت، فيترك له الخيار في العطية، لأن إذا وجد ما يمنع من العطاء فهو قال له إن شئت. فهنا قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، لأن خزائنه ملأى ولا يتعاظمه أمر يسأله أن يعطيه سبحانه وتعالى. نعم. قال ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وليعظم الرغبة يعني الطلب، فلا يتعاظم شيء، لا يتعاظم شيء مهما كان الطلب، فالله عز وجل غفور رحيم جواد كريم، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها تبارك وتعالى أن يعطيها. وهو القائل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. في القرآن يقول جل وعلا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالإنسان لا يتعاظم شيئا ويقول مثل هذا لا يعطيني الله إياه فيقنط، بل يعظم الرغبة. اللهم اغفر لي ذنوبي كلها أولها وآخرها، ولا يتردد في ذنب ويقول مثل هذا لا يغفره الله. وكذلك في العطية يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، فخزائنه ملأى سبحانه وتعالى، وهو الجواد الكريم، نسأل الله لنا ولكم من فضله العظيم. فالإنسان يسأل الله جل وعلا ولا يتعاظم شيئا، وليعظم الرغبة. ولهذا لاحظ في تعظيم الرغبة توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا سألتم الله الجنة ماذا؟ فاسألوه الفردوس الأعلى. عظم الرغبة. يعني بعض جهال المسلمين يقول يا رب دخلني الجنة ولو عند الباب، يا رب دخلني الجنة ولو عند الباب، هذا من الخطأ. عظم الرغبة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء، ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى، ليس بعزيز على الغني جل وعلا. عظم الرغبة. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. نعم.